السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي يوميات إيمي. النهاردة هنعمل جولة حلوة جدا داخل محل حاتي أحمد ندى. مطعم أحمد ندى ليه 3 فروع. الفرع الأولاني موجود في فرع النعام، ميدان النعام، تقاطع شارع عين شمس مع شارع منشية التحرير جنب التوحيد والنور على طول، والخط الساخن بتاعهم 19848. أما بقى الفرع التاني فهو موجود في أحمد عصمت 86، شارع أحمد عصمت جنب مدرسة مودرن سكول أحمد عصمت. والفرع التالت هو فرع إكسبريس 86، شارع أحمد عصمت حاتي أحمد ندى شيخ البلد سابقا. طيب عايزين نعرف بقى إيه المطعم ده بيعمل إيه وإيه الحاجات اللي بيقدمها. هو بيقدم أحسن الأطباق المشوية. إيه، عنده حاجات كتيرة جدا جدا. هنقول مثلا زي الكفتة الكندوز والميكس جريل وفراخ على الفحم وفراخ شيش وطرب وكندوز وشاورما وبشاميل. عنده الفرع اللي احنا بنصور فيه، في عنده فرع كبير يعني محل كبير ومحل صغير. احنا دلوقتي هنفرجكم على المحل الكبير. والمحل الكبير دوت طبعا يعني عايزة اقول لكم نظافة مفيش بعد كده، ومعاملة ممتازة، واكل رائع جدا، وطعم ومذاق حلو جدا. انا طبعا بوصيكم بالمكان دوت. المكان ده انا طبعا رحت وجربت فيه كذا حاجة كذا اكلة، وعشان كده انا الصراحة حبيت ان انا اصور لكم المكان. اللي حابب يروح ويجرب، انا بقول لكم ان هو الصراحة حلو جدا. طبعا لو هو حد عايز يروح لوحده او اسره مع بعضها، او مثلا مجموعه شله كبيره من الاصدقاء والصحاب، او حابين مثلا تعملوا فيه عزومات، المكان هناك متقسم طبعا على طاولات صغيره وطاولات كبيره. كمان عاملين حجرات صغيرة كده بالشكل كده اللي هو الخيامية والنجف اللي هو الدلايات اللي هي النحاس. في حس كده فني زي شغل الحسين بالظبط كده. طبعا مع شغل الخشب الارابيسك بقى هيعجبكم جدا القعدة. وكمان كل غرفة من الغرف الصغيرة ديت مقفول عليها ستارة من الستاير اللي هي الخيامية. فبتديكي احساس كده بالقعده، يعني كانك قاعده مسترخيه. كمان في نوع من انواع الخصوصيه لان كل مكان مقفول عليه بستاره. فتقدري ان انت تقعدي انت واسرتك، تقدري تقعدي انت واصحابك، تقدري تقعدي انت والشله بتاعتك براحتك جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي عباره عن كنب من السفنج. وكمان الستاره بتكون مقفوله عليكي، وادي الدلايات النحاس اللي احنا اتكلمنا عنها. كمان صورت لكم الحمام علشان خاطر تعرفوا قد ايه المكان نظيف والمكان كويس جدا. المكان بيقدم زي ما قلت لكم كده بقى فراخ مشوية على الفحم، وحمام محشي فريك، حمام محشي رز. بيقدم حمام كداب، حمام محشي رز، وحمام كداب محشي رز برضو. بيقدم شيش وفليه وبانيه. كمان ورق لحمة، ورق سجق، ورق سجق مع طرب، ورق شيش مع ورق كبدة. كمان بيقدم نيفة ضاني، ستيك كندوز. طبعا كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دوت بيجي سخن كده طبعا، يعني بينزل من على الادوات بتاعته قدام حضرتك على طول سخن جدا. يعني مش بيجي الاكل بارد ولا اكل متلج، لا ده الاكل بيكون طالع يعني بيتصب كده قدامك على الترابيزه. هنا كده قدام المحل اللي احنا لسه مصورين قدامه بيكونوا عاملين اعداد. لو العدد زيادة عن اللزوم في رمضان بيكونوا عاملين اعداد زي ما انتم شايفين كده، وترابيزات موجودة. غير ان هما كمان بيبقى عاملين شوادر وعاملين خيمات كبيرة. هننتقل دلوقتي للفرع التاني اللي على نفس الصف. ده المحل الصغير المصغر من المحل اللي احنا لسه متفرجين عليه. يبقى احنا كده مصورين في محلين، والمحلين على نفس الصف بس واحد كبير واحد صغير. ده المحل الصغير. وزي ما قلت لكم بقى ان هو كمان بيعمل وجبات. وجبات بقى حمام محشي، واطباق ورق عنب، وملوخية بالطشة، بتنجان مخلل، طواجن خضار باللحمة، رز بالشعرية، شوربة.
لحمة محمرة، فتة بالطشة، فراخ محمرة، لسان عصفور، تومية، شوربة، كريمة بالفراخ. الشوربات بقى موجودة بأنواعها: شوربة كريمة بالمشروم، شوربة حمام بالفريك، شوربة كوارع. السلطات برضو كلها متوفرة: سلطة خضراء والمخلل والطحينة، بتنجان المخلل والبابا غنوج والكولسلو. السندوتشات برضو متاحة للي عايز سندوتشات بقى: لحوم، كفتة كندوز وطرب كندوز. قنبلة أحمد ندى. وقنبلة أحمد ندى بتكون عبارة عن كفتة بالخبز السوري مع ميكس كده بالجبن والخضروات، تحفة جدا. كمان عايزين نتكلم عن السجق الشرقي والكبدة الاسكندراني والفاهيت اللي هي فاهيتة اللحمة، شيش طاووق، بانيه، بانيه كريسبي، الفيليه، الستريبس. كمان عندهم كباب فراخ وفاهيتة فراخ، برجر سادة وبرجر بالجبنة، برجر بيض وجبنة، برجر بركان بالجبنة برضو حلو قوي قوي. عندنا كمان في برجر مشروم وسوسيس، وكمان كايزر شاورما وبطاطس سادة. عندنا بطاطس بالجبنة. المكرونات كلها يا جماعة موجودة: مكرونة نجريسكو، بشاميل، مكرونة بالصلصة وبالونيز بالجبنة، مكرونة بالخضروات، مكرونة بالشيش، مكرونة بالبانيه. كمان في ستريبس كريسبي بالسجق، هوت دوج. موجودة كمان مكرونة بالكبدة بالشاورما واللحمة في شاورمة الفراخ. كمان عندهم الطواجن متوفرة: طواجن البامية باللحمة، والنيفة الضاني بالبصل، وطاجن نيفة الضاني مع ورق العنب، ورق عنب بالكوارع، رز بسمتي، رز معمر، رقاق، ممبار، سمبوسة، سمبوسة جبنة وسمبوسة لحمة، وحواوشي، وكريب بالسجق، وكريب باللحمة، والهوت دوج. المحاشي موجودة بجميع أنواعها: كوسة وبتنجان وفلفل وورق عنب وكرنب. الحلويات الشرقية برضو موجودة ومتوفرة، يعني أحلى من المحلات المتخصصة في الحلويات الشرقية كمان. طواجن النوتيلا فظيعة، والرز بلبن. أم علي كريبات اللي هي الكريب الحلو. المشروبات طبعا أنا جربت من عندهم المانجا، حلوة قوي قوي يا جماعة، بجد طعمها كان تحفة. ما شاء الله المكان متوفر فيه كل حاجة، يعني كل الأذواق موجودة ومتوفرة. حبيت أصور لكم الفيديو دوت علشان خاطر اللي حابب يجرب المكان. أنا شايفة بس الريفيو على المكان، الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش هناك إن الشوارع هناك بس مكسرة، يعني اللي رايح بعربية أو رايح عن طريق أي مواصلات يعني الشوارع هناك مكسرة، لكن المطعم وأكله هو حلو جدا جدا، أوصيكم بيه. دي كانت جولتنا النهاردة، وده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. اتمنى يا رب يكون انتوا استفدتوا النهاردة من الفيديو دوت، ويكون نال اعجابكم. هسيبكم بقى كده في يعني تتفرجوا على اخر لقطة من الفيديو.